بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي ليكم وبشكركم دايما على المتابعة وبشكركم دايما على تعليقاتكم، وإن شاء الله دايما نكون على قدر ثقتكم. هنتكلم النهاردة على بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة اللي تقريبا ما حدش يعرف عنها حاجة. حقيقي بجد فوجئنا مرة واحدة إن في بطولة كأس الأفريقية في مصر تحت 20 سنة، والنهاردة الافتتاح والنهاردة أول مباراة. يا جماعة ده فين الدعايه ليها وفين الحدث اللي احنا نعرف قبليها؟ مثلا مش هنقول اسبوع، هنقول باسبوعين حتى، يعني قبلها. طب بلاش اسبوعين، قبلها بيومين ثلاثه حتى حسسونا ان في حدث. احنا فوجئنا مره واحده ان في افتتاح وفي ناس بتحتفل وفي بطوله مهمه. يا جماعه في ايه؟ مهما كانت الاهتمام الاعلامي، كان في مباراه الاهلي امام الهلال، ودي هنتكلم عليها في بعض المواقف اللي حصلت، والزمالك برضو كان بيلعب المريخ، يعني في حدث، وقبلها كاس العالم للانديه. بس ده ما يمنعش ان يبقى فيه اهتمام بكاس الامم الافريقيه تحت 20 سنه للشباب، ودول حقهم على فكره. يعني دول حقهم ان هم ياخدوا الاهتمام الاعلامي، الناس تتكلم عليهم، السوشيال ميديا حتى تتكلم، حتى الصفحات بتاعت اتحاد الكوره. يعني المفروض يبقى فيه ناحيه اعلاميه ليها، حتى الشعب المصري، الجماهير الكره المصريه تبقى عارفه تتابع، يبقى في كلام على البطوله دي، يبقى في اهتمام اعلامي. حتى اللعيبه وهي داخله البطوله تحس ان الجمهور مهتم. ما انت هتدي الانتماء، سيبك بقى من الانتماء لاهلي وزمالك والانديه، لا، الاهتمام ازاي؟ الانتماء لمنتخب بلدك. ازاي ان انا احس دلوقتي ان انا بمثل منتخب مصر رغم ان سني ممكن اكون 20 سنه، رغم ان 20 سنه ده فريق اول على فكره. يعني المفروض بيلعب دوري ممتاز ومحترفين، المفروض بيلعب بطولات، يعني مش حاجه مثلا، مش سن صغير. فالمفروض ان يبقى فيه اهتمام، حتى تدي للعيب ان هو نازل بيمثل منتخب مصر وتيشيرت منتخب مصر، فهو عنده الحميه ان هو عايز يكسب البطوله دي. طبعا طبيعي النهارده ان احنا فوجئنا مره واحده في بطوله وفي مشاركه ومباراه اتلعبت وفي افتتاح. طب يا جماعه ايه يعني؟ طب فين الحدث؟ فين الكلام عن الحوار ده؟ الحاجه بقى التانيه اللي انا عايز اتكلم فيها، ايه الافتتاح ده؟ يعني مع احترامي، انا شفت حوالي 10 شباب من جنسيات مختلفه او جنسين مختلفين هم اللي بيعملوا الافتتاح. فين الحدث؟ الدعايه؟ فين الدعايه للبطوله؟ فين الدعايه للحدث نفسه؟ فين لما تيجي في يوم من الايام عايز تعمل كاس افريقيا للكبار او كاس عالم؟ ما الحاجات دي بتفرق، لان الناس بتتابعك، معظم الدول العربيه بتتابعك، جماهير الكره المصريه هتتابع، الدول العربيه، افريقيا كلها هتتابع البطوله دي. فين الحدث ان انت حتى بتدي، يعني بتعمل دعايه ليك وللبلد؟ انا اسال، معلش انا اسف، الحدث اللي هو معمول الافتتاح، مين اللي كان مسؤول عنه؟ مش ممكن احنا والله العظيم لما بنشوف، مع احترامي يعني، محلات مطاعم بتعمل افتتاح بتخلي الناس كلها تروح تبص على روعة الافتتاح وبتصرف. طب احنا نصرف عشان يبقى فيه اهتمام اعلامي، يبقى فيه اهتمام جماهيري. للاسف الافتتاح النهارده بتاع البطولة لا يليق باسم الكرة المصرية حقيقي. يعني ده اللي هو بيتقال عليه ايه، شقلب وقلب، اللي هو ننجز يلا هوبا خلي البطولة خلي البطولة خلي البطولة تخلص ونمشي. لا يا جماعة بجد ده حدث، دي بطولة افريقيا والله بجد. يعني حدث الدول العربية بتتابعك وبتعمل ماركتينج للكرة المصرية، وتعمل ماركتينج للدولة وللبلد. فين الحدث النهارده؟ كل الناس عمالة تتكلم بصراحة، عيب. طبعا هارد لك لفريق الشباب على التعادل النهارده، بس انا بتمنى يا شباب شد حيلكم شويه. انت بتلعب باسم منتخب مصر في ملعبك وفي وسط جماهيرك، ممكن يكون الجماهير مش كتيره، بس خلي عندك الحافز. البطولات اللي زي دي احنا كنا بنلعب واحنا سننا صغير، هي دي اللي خلتنا نبقى نجوم، وهي دي اللي خلتنا نلعب منتخب مصر. بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى طبعا الجهاز الفني يعوض مباراتين صعبين قدام منتخبين قوية جدا، منتخب السنغال ومنتخب نيجيريا. فرقتين صعبين، بس ان شاء الله اللعيبه تكون رجاله، هي الكوره روح. انت في وسط بتلعب باسم منتخب مصر، ان شاء الله ربنا يوفقهم ويعملوا نتائج كويسه. هنروح لحدث تاني، وهو في كلام كده نزل على السوشيال ميديا وفيديو انتشر لمرتضى منصور مع احد الجماهير الزمالك. هو الراجل بيسألك، يعني الراجل مجرد بيسأل، يعني الراجل ما اجرمش، الراجل ما قالش حاجه غلط، والراجل بيحب النادي وبيحترم النادي.
بيسالك فين الصفقات. سبحان الله يعني، سؤال الرد يعني يعني المفروض على سنك، على كبر سنك بتاعك ده، ما ينفعش ترد على راجل تقول له فين، اقول لك فين وما تزعلش. طبعا كلام عيب يتقال لانك انت راجل كبير، المفروض سنك كبر. واللي زيك والله العظيم بيبقى ماشي بسبحه، ماشي كده حاطط المصحف تحتيه ولابس الجلابيه وماشي بالسبحه، وبيتعامل مع الناس، ولما بيخلص الشغل بتاعه او بيسيب الشغل بتاعه بيروح يصلي في الجامع. فمش ممكن اللفظ بصراحه يعني هو صعب عليا يعني. الشخص اللي بيتكلم ده راجل ما اجرمش يعني، راجل بيسالك انا عايز النادي يبقى كويس، احنا بقالنا 20 سنه، كلام عادي، كلام كوره يعني. ده دخل، لا ده مزقوق، ده انت استحاله تكون زملكاوي، استحاله تكون انت ايه ده، ايه راجل اجرم وسيبوه وهو عايز يعمل ترند وانت عايز تبقى ترند. ترند ايه وكلام ايه؟ راجل ما قالش حاجه. الراجل لو عايز يعمل ترند هيشتمك ويجري مثلا يعني. ده يعني اللي عايز يعمل اللي عايز يعني اللي عايز يعمل ترند هيشتمك ويجري مثلا، فكده ترند. فالراجل بيتكلم معاك كوره، فين الصفقات؟ ما ينفعش الرد يبقى كده. انت راجل كبير يعني، انت المفروض راجل كبير والله يعني. الواحد المفروض سننا دلوقتي بيشوف الناس الكبيره اللي زي كده فبيتعلم منها. ف... فالحمد لله الواحد ما بيتعلمش التعليم الرد ده. هو الرد ده سهل يعني، ده اي حد يقوله يعني. في عيال اطفال عندها 6 سنين ممكن يقول الكلام ده، اقول لك فين وما تزعلش يعني، كلام قديم قوي بصراحه. فالراجل ما اجرمش وخوفت الراجل، والراجل نزل على الصفحه وعامل قلق يعني. ايه ده؟ احنا يعني من امتى الخوف ده؟ وده كلام كوره، حتى الكوره بقت تخوف يعني. انا ما اعرفش بصراحه. انا الشخص ده انا بقول له كبر دماغك يا عم ولا هيحصل حاجه، وهو كلامه خلاص خلص وخلصت الامور، وشوف حياتك وعيش حياتك عادي وما تقلقش. في حدث تاني بقى وهو المهم بصراحه يعني، عتابي على نادي الهلال السوداني والكلام اللي حصل على الصفحه الرسميه لنادي الهلال. ما ينفعش يتقال على تاريخ النادي الاهلي واسم النادي الاهلي انت وتاريخك يعني، مش عايز اقول يعني. اولا النادي الاهلي طول عمره كبير ببطولاته، بتاريخه، بكيانه، بشخصيته، وهو زي ما بيتقال كده يعني هو سيد افريقيا من بطولات، سواء بطولة افريقيا، بالمشاركات الدولية، بالمشاركات القارية، بعدد البطولات في الدوري المصري. فما ينفعش يتقال على النادي الاهلي التاريخ. وارد، خلاص خسارة وخلصت المباراة، احنا مش داخلين حرب ولا داخلين مشاكل. لان دايما الاشقاء في السودان او الشقاء في الدول العربية لما بيجوا حتى بيعملوا مشاكل معانا، بنيجي والله بنعملهم احسن معاملة. فما ينفعش يتقال على النادي الاهلي انت تاريخك، لا. مع احترامي ليكوا والله، لو مع احترامي طبعا على فكره، خد يعني عايز اقول حاجه، انا جدي ابو والدي الله يرحمه سوداني يعني. انا بعتز بشعب السودان وبشعب النوبه لان دي اجدادي. بس من الاصول اللي اتربينا عليها ان دايما بيبقى في احترام للكبير بتاعنا، والنادي الاهلي هو الكبير. هنتكلم بصراحه، هو النادي الاهلي هو الكبير، كبير مصر وكبير افريقيا بالبطولات بتاعته. فالنادي الاهلي هيفضل على مدار تاريخه يعني، مع احترام النادي الهلال لو قعد 100 سنه كمان عشان يوصل لتاريخ النادي الاهلي فتقريبا صعب يعني. حتى لو جاب يعني صفقات اللي موجوده في افريقيا كلها عشان يوصل لعدد بطولات النادي الاهلي، لا صعب. واي منافس للنادي الاهلي صعب. اي حد عايز يخش في منافسه مع النادي الاهلي فهو صعب. فاذا لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي او كسبت المباراه خلاص، مبروك. رغم ان الاهلي كان في الوقت ده في اسوأ حالاته، من ناحيه جهاز فني، من ناحيه لعيبه، من ناحيه يعني اليوم مش يوم النادي الاهلي. فخلاص كسبت. ما ينفعش المشاده، ما ينفعش التقليل من النادي الاهلي، ما ينفعش دي تبقى المقابله، ما ينفعش ده المعامله تبقى مع لعيبه النادي الاهلي. لا، في حاجات كتيره جدا، في اصول كتيره جدا. واعتقد ان مهما حتى الحدث اللي حصل ده، اعتقد ان باخلاق المصريين وباخلاق النادي الاهلي لما يجي نادي الهلال يجي يلعب المباراه، اعتقد ان هيتقابل احسن مقابله، وهيتم احترامه وهيتم ضيافته على اعلى مستوى. ده الفرق دايما باخلاقنا وباحترامنا لبلدنا وباحترامنا حتى لاخواتنا. احنا شعب طيب وشعب كل حاجه، بس ما ينفعش ان انت تقل مننا سواء عن الكره المصريه او عن تاريخ مصر وتاريخ النادي الاهلي. تاريخ كبير جدا، مهما النادي الهلال فعل او مهما عمل ومهما جاب صفقات ومهما عمل، فاستحاله ان انت توصل لتاريخ النادي الاهلي. بتمنى الامور تهدى، واتمنى ان الحدث ده ما ياثرش، لان انا عارف ان في بعض المشاكل، بس اتمنى ان الكوره تبقى بره
يعني بره الموضوع السياسي شويه، لان الكوره هي العشق، هي الحب اللي بيربط ما بين الدول ما بينه وبين بعض. في الاول والاخر هي منافسه. بتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي ويخرج من الكبوه دي ان شاء الله باذن الله. خساره وارده، بس اتمنى النادي الاهلي باذن الله مباراه سان داونز اللعيبه تنزل تموت نفسها، رجاله تموتوا نفسكم، فوز يعني فوز. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.